مرحبا بكم. رجعت لكم اليوم مع وصفه جديده. الوصفه نتاع نهار اليوم ان شاء الله رايحه تكون صابلي العمره بناء على طلب الاخوات. الف مبروك يعني اللي راهم في البقاع المقدسه واللي جاو مبروك عليهم. ان شاء الله ربي يتقبلهم سعيهم وربي يرزق يعني كل المؤمنين ان شاء الله، لا يحرم حتى مؤمن. بالنسبه لمقادير الوصفه عندي 125 غرام زبده، اللي ما عندهاش ميزان 2 ملعق كبار يكونوا معمرين مليح. عندي حبه بيض، نص كاس سكر ناعم، نص كاس نشا اللي هي المايزينا، نص كاس زيت، ملعقه صغيره تكون معمره مليح فانيلا، ملعقه صغيره خماره الحلوى والفرينه باش نلمو الصابلي نتاعنا. رايحه درك نجيب باسينه نوضع فيها الزبده، نزيد عليها السكر الناعم. هنا رايحه نغربله باش ما يقعدليش مكور ويغبني. هكا نخلط هذا الزبده مع السكر. درك نزيد حبه البيض، الفانيلا، الزيت، ونعاود نخلط. نزيد النشا، قلتلكم النشا هي المايزينا، ونبقى نضيف في الفرينه مع ملعقه صغيره خماره الحلوى، ونلمو العجينه نتاعنا. هذه هي العجينه نتاعنا، شوفوا خلوها طريه هكا. درك رايحه نخليها ترتاح بالتقريب واحد 10 دقائق باش نعاود نشكلها. درك رايحه نستعمل هذا الطابع، عندي رولو. هاد لي ساشي اللي قلت لكم يجوا بين الورقات نتاع الفيول، قلت لكم دائما انا نستحفظ بهم ما نرميهمش. درك رايحه ناخذ كميه من العجين، نفتحها ديروها شويه رقيقه باش كي نسقوا حبه مع حبه ما تجيكمش خشينه بزاف. يعني هنايا يبقى الذوق اختياري. ورايحه نطبخها. درك رايحه نوضعهم في صينيه حطينا عليها ورق الطهي. شوفوا علاش قلت لكم هذا البلاستيك يساعدكم في الخدمه وما يلصقلكم، ما تحتاجوا لا فرينه لا والو ديروا تنشفوا العجينه تاعكم. رايحه نكمل بهذه الطريقه حتى نشكل كاع العجين نتاعي ونطيبهم في الفرن عادي كيما نطيبوا الصابلي. بعد نعاودو نتلاقاو باش نكملوا لهم بقيه التزيين. بعد ما وضعنا الصابلي يطيب، درك رايحه نوجد الشوكولا اللي نزين بها الصابلي نتاعنا. رايحه نستعمل هذا يعني هذا البلاستيك كاتبين فيها عمره مقبوله، هذا هو. وعندي شوكولا بيضاء ذوبتها في حمام مائي بدون اضافات. رايحه نوضع مغرف صغيره من الشوكولا في هذا المول. بعد ما عمرتهم رايحه دروك نخبطهم هكا باش ياخذوا لي سطح املس، ونوضعهم في المجمد. لازم نوضعهم في المجمد. بعد ما يجبدوا مليح رايحه نديمو ليهم، نتحصلوا
على هادو. درك رايحه نوضعهم في المجمد ونكملوا تزيين الصابلي تاعنا. هذا هو الصابلي تاعنا بعد ما طاب. شوفوا خلوه ياخذ هذا اللون الذهبي. درك رايحه نلصق حبه مع حبه بالمعجون نتاع هنا اختاريت معجون الفراوله. رايحه نوضع كميه من المعجون ونلصق حبه مع حبه بهذا الشكل. رايح بعد ما يبرد ينشف، يعني هاد المعجون ينشف في وسط الحبه نتاع الصابلي. نكمل الصابلي نتاعي نلصق حبه مع حبه كاع بهذه الطريقه، ونعاودو نتلاقوا باش نكملوا بقيه التزيين. هذه هي بعد ما جمدوا. درك رايحين نشوفوا ينقلعوا بكل سهوله. المهم خلوهم يجمدوا مليح. وتخدموا هذه الدوائر على حساب الكميه تاع الصابلي اللي متواجده عندكم. درك بعد ما خدمت هذا الشوكولا، شوفوا الشكل نتاعها. عندي ملمع ذهبي وبونجا، رايحه نزينها هكا، غير مسحه خفيفه هكا. شوفوا رايح الكتبه رايحه تولي واضحه اكثر. شوفوا الفرق، ها هو. درك رايحه كاع نفوت عليها بالملمع الذهبي. درك عندي الشيكولا اللي بقات لي درتها في هذه بوش تاع سيليكون، ورايحه نوضع برك خطوط غير باش نلصق هاد الدوائر عندي. شوفوا بهذا الشكل. ندي الحبه ونلصقها. هذه هي الحلوى تاعنا تاع نهار اليوم، صابلي العمره. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الف مبروك لجميع حجاجنا ولجميع المعتمرين. ان شاء الله ربي يتقبل منهم، وربي يرزق كل مؤمن ان شاء الله زيارة البقاع المقدسة. ان شاء الله تجربوا هذه الحلوى لحبابكم وتروحوا تباركوا بها، ولا ما تقدموها لناسكم يعني اللي يجوا من العمره. والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.